رمضان على الابواب وضروري نوجدوا الشباكيه، ضروري تكون في المائده الرمضانيه ديالنا. شوفوا معايا الطريقه ديال الشباكيه والمقادير. هنا في واحد القصعه، انا هنا درت كونتيتي اللي هي كبيره. هنا غنعطيكم قياس ديال كيلو. شويه ديال الملحه ومعلقه ديال القرفه صفر بيضه، وغندير 4 المعالق ديال الخل، كاس ديال الزنجلان اللي غير مصهد ما كنحمروش مزيان، وكاس ديال اللوز. وهنا درت الزبده اللي ذوبتها، زبده نوازيط حتى كيتحيد لنا داك الحليب، وكاس ديال الزيت. وكناخذ كاس ديال الماء زهر اللي كندوب فيه الخرقوم، ضروري باش كيعطينا اللون. صافي. وغادي ندير خماره. انا هنا درت 2 خمارات لان كيف ما قلت لكم راه عندي الكميه متضاعفه، وجوج معالق كبار ديال زيت العود. انا هنا ما كنستعملش كاس كميه كبيره ديال زيت العود. درت غير 2 معالق وصافي. كنحرك المكونات على هذا الشكل مزيان. كنبدا نبسس بيديا حتى كيطرمل ليا داك الخليط، ومن بعد كنبدا نضيف الماء شويه بشويه، وانا كنجمع حتى كتجمع لي العجين. اهم حاجه ان العجينه ما تكونش رطبه، خاصها تكون قاصحه باش كتساعدنا فاش كنكونوا كنقطعوها ما كتبداش تعذبنا في تقطع اولا في الخدمه ديالها. صافي. هنايا راني كندلكها، ضروري انها تدلك مزيان. كنحاول انني نعركها واخا تكون قاصحه. انا هنا راه عندي كميه كبيره، قسمتها على 2. صافي. وكنغطيها بواحد البلاستيك وكنخليها حتى كطوع. صافي. هنا من بعد ما طاعت كنقطعها على هذا الشكل، كنقطعها قطع اللي هي صغيره. كنستمر حتى كنقطع الكميه اللي عندي كامله. ومن بعد ما كنقطعها كناخذ واحد البلاستيكه وكنبدا نحط فيها هاد القطع هادو، كنخدمهم مزيان. المهم كنقاد لهم الشكل ديالهم. من بعد ما غادي نحطهم في يرتاحوا، كنحاول انني نقادهم باش كيجيوني قطع اللي هما متساويين. يعني كيجوني الكرات كلهم قياس واحد. اللي كتبان لي كبيره راه نقص منها ونزيدها في اللي كتبان لي صغيره. وصافي كنكمل حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي. صافي. هنا كنخليهم كنحطهم هكذا على بعضياتهم وكنغطيهم وكنخليهم حتى كيطيعوا. وغادي ندوز العجينه الثانيه وغنقطعها حتى هي على هذا الشكل اللي درتها هكذا، روليتها وكنقطعها كيف ما باين لكم في الفيديو. صافي. هنا كنحاول نقادهم شويه بشويه. كناخذ القطعه الاولى اللي قطعتها وكنلفها على هذا الشكل. ضروري من هذه الطريقه، يعني هاد الطريقه راه ضروريه تكون في الشباكيه، هي اللي كتجيب لنا الشباكيه ديالنا مجعبه وكتجي خاويه من الداخل وكتجي خفيفه وكتجي معلكه. ضروري اننا نديروها بحال على شكل رغيفه. كنحاولوا ان نلفوها وصافي وكنحطوها في واحد البلاستيكه حتى كطوع معنا. ضروري اننا نخليوها طوع. صافي. وكناخذوا العجينه الاولى اللي لفيناها وكنبداو نطلقوا بالدلاك وكنطبعوه هكذا بالطابع اولا بالجراره، وكنبداو نهزو على هذا الشكل. كنهزو 3 ديال الشرائط وكناخذوا 2 د الريوس وكندخلوهم وكتعطينا على هذا الشكل وريضه. صافي هكذا وكنستمر. راه باين الفيديو، يعني كنهزو وحده وكنحطو وحده، يعني 3 كيتهزوا وكيبقاو 2. وكناخذوا داك الرويصات في الجناب وكندخلوهم. شوفوا معايا هنا شكل تاني. كنظن ان الطريقه باينه في الفيديو. صافي. هذا هو الشكل ديال التشبيكه. هنا هذه درتها بجراره. يعني اللي ما كيعرفش الجراره راه ممكن يديرها بالطابع. الطابع راه كتجي ساهله بالنسبه للناس اللي ما عمرهم داروا شباكيه او المبتدئات لا جاتهم الجراره صعيبه، ممكن انهم يديروها بالطابع. هنا كندير الزيت كيغلى مزيان، من بعد كنحط الشباكيه كنقص على الزيت باش ما كتخطفش لينا وما كتحرقش
ضروري اننا نقصوها، وكنديروا العسل ضروري يكون ثقيل صافي. وكنبدا نغسلها. فاش كنحيدها من الزيت كنقطرها في واحد شي كسكاس اولا شبكه، ومن بعد كنحطها في العسل، ومن بعد كنزوقها بالسنجلان من الفوق على هذا الشكل. صافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه. راه كتجي زوينه بزاف، وكتجي سهله، وكتجي راه اقتصاديه. وبالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم خدموا بالجراره، راه ممكن يجربوا داك الطابع، راه كيجي ساهل وكيجي قياس واحد. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ومتنساوش لي لايك والاعجاب بالصفحه وبالصحه والراحه.